خلاص بقى يا رجاله، بقى اللي حصل حصل، والزمالك هيلعب دوري ابطال هو وبيراميدز والاهلي في الكونفدراليه. مش هنطلع بقى كل شويه نتكلم بقى عن الرخصه والغاز والكهرباء والزيت والميه بتوع الزمالك. مش عارف هنخلص من كل الحوارات دي امتى، لان الواحد بجد والله دماغه بدات توجعه. لدرجه ان مواقع زي في الجول بينزلك بيقول لك ان مصدر من الكاف كلمهم هم شخصيا، قال لهم لا يا جماعه الموضوع ما انتهاش. لسه لغايه دلوقتي المجلس الاعلى للكاف او المجلس اللي هو عقد للكاف ده ولا مش عارف اسمه ايه، لسه ما قالش خلاص الموضوع انتهى بتاع زيادة عدد الانديه. بس والله الوقت ضيق علشان نعرف نعمله، وكده كده مش هنعرف نعمله السنه. طب ما معناها خلاص، معناها اللي اتقال من شويه ان خلاص مفيش زياده. انما احنا لازم لاجل الترند برضه ولاجل الشو ولاجل اللحيسه ولاجل اللي انت عايز تكسب مشاهدات من غير ما تقدم اي حاجه لحد، ولاجل ان همك الوحيد في حياتك ان انت تبقى عندك مشاهدات عاليه، سواء بتكذب سواء بتنافق سواء بتعمل اي حاجه، فبينزلوا اي حاجه من دي. اللهم صل على النبي. يا دوبك في الجول نزلها مننا، لقيت صفحات الاهلي ماشي كانوا بالاهلي اليوم بكله نزلها على طول. اهو يا عم بصمه امل برضه، بسمه امل، هو ده اللي هم عايشين فيه دلوقتي. المهم ان الزمالك داخل دوري ابطال افريقيا، البطوله اللي بقالها حوالي ربع قرن، فالبطوله دي غايبه عننا بقالها ربع قرن. اخر 3 سنين اصلا ما شاركناش فيها. يعني اخر مشاركتين ناجحين اصلا في ربع القرن ده 2016 نوصل صن داونز وتخسر، 2020 هو نهائي القرن قصاد الاهلي وتخسر. فانت مش محظوظ حتى في النهائيين اللي انت وصلته. انت في حياتك كلها اصلا وصلت 8 مرات، قبل المرتين دول واصل 6 كسبان 5. المرتين دول خلوك خسران 3 نهائيات وكسبان 5. فانت داخل، انت اكتر نادي متوج بالبطوله دي يعني القرن اللي فات، انت اكتر نادي متوج بالبطولات القاريه هنا في افريقيا القرن اللي فات. فانت داخل بتستغل ارثك واسمك في القاره دي في انك تعمل حاجه، لان انت بقالك فتره بعيد عن البطوله دي بالذات اللي هي اهم بطوله موجوده. فانت محتاج اللي انت توصل لها وتكسبها. ماليش دعوه بتوسيع الفرق بينك وبين الاهلي، لان الاهلي بعيد كده كده بالبطولات اللي مع الاهلي معاه 12 وانت 5، يعني لما هتاخد السادسه هتبقى نص الاهلي. فالفكره اللي انت العب على نفسك وركز في نفسك، ده اهم حاجه بالنسبه لي. هتخش بطوله دوري ابطال افريقيا بموسم بدايته اصلا سودة، يعني انت فكيت القيد وكل حاجه، بدانا في الغامق على طول، مشكله مع المدير الفني والحمد لله اتحلت. يعني معانا مجلس اداره هو ما بيحلش، لا هو بيعمل لنا مشاكل ونستنى رجال الاعمال تحل بضغط الجمهور ومش عارف مين والمستثمرين. وجون ادوارد، جون ادوارد شغال مدير رياضي للنادي، ودادا شغال يطبطب على كل اللي في النادي ويسيسهم ومعلش ويلا ومش عارف ايه. فانت قاعد في بدايه موسم، مجلس ادارتك عمل مشكله مع مدير فني لسه ما دخلش النادي اصلا، انت لسه بتقول يا هادي معاه وبتقول يا رب يعمل حاجه. مجلس ادارتك عمل معاه مشكله، اللي هو بقى اعمل اللي تعمله، انا مالي، ولع في نفسك انا مالي. كل ده عشان هو عايز يجيب بس جهاز معاون على دماغه، جهاز معاون هو معاه على طول بدماغه هو، يعني جهاز معاون هو فاهمه، هم فاهمينه، متعاونين مع بعض، منسجمين مع بعض بقالهم سنين، فاي حاجه كانت هتبقى مفيده له. فانا والله ما انا فاهم مجلس ادارتنا عايز ايه، مش فاهم. تعال فمجلس الاداره بديل الموسم بفشل مع المدير الفني، بس الحمد لله الموضوع اتحل. واعتقد ان جون ادوارد الداده بتاعت النادي عندنا هو اللي عمل، هو اللي حل الموضوع، هو اللي اقنع المدير الفني يجي وخلى المدير الفني اللي هو خلاص بقى تعالى ومجلسك المعاون وبتاع. ده المدير الفني. في اخبار تانية كمان ان خلال يومين جون ادوارد اتفق مع اللعيبه كلها، اتفق مع المستثمرين اللي جايين، اتفق مع اداره النادي ان هيتوفر فلوس مستحقات الموسم اللي فات كله الباقيه للاعيبه وهيديها لهم عشان نبقى خلصنا من حته اللعيبه. انا نفسي نخش الموسم مخلصين، دي اهم حاجه. خلصنا دي، بدانا الموسم، نفسي في ايه؟ نفسي لعيبتي تاخد فلوسها في وقتها، ما اخرش على حد جنيه، ادي فلوس لعيبتي في وقتها. احنا عارفين ان في شركه كوره هتتعمل غصب عن اتخن واحد في النادي دلوقتي، هتتعمل. فلما تتعمل عايزين نوفر الفلوس دي، نحط منها فلوس للعيبه في وقتها على طول، كل لاعب ياخد فلوسه في وقتها، عشان اللعيبه ما يبقاش عندها حجه، عشان اللعيبه ما تتكاسلش، عشان ما نلاقيش لاعب سايب النادي وماشي، عشان ما نلاقيش بعد كده قضايا ايقاف قيد، عشان ما نلاقيش لعيبه مش عايزه تلعب اصلا. انا عايز كل اللعيبه تاخد فلوسها في وقتها.
عشان نخلص الموضوع ده، اضافه الى ان المدير الفني ياخد فلوسه في وقتها. هو طبعا طالما جه يبقى خد مقدم التعاقد بتاعه اللي هو نص المبلغ اصلا بتاع التعاقد تقريبا. فانت بقيت الشهور قللت من على نفسك مرتب معين او فلوس معينه. حاول بقى المدير الفني ده اللي جاي لك جديد ده تديله فلوسه في وقتها هو كمان. هتفرق جامد معاه، هتفرق جامد مع اللعيبه، هتفرق في انسجامه مع اللعيبه اصلا مع بعض. احمد حسام ميدو من فتره قال لك اوسيريو جه الزمالك، مش فاكر مين بالظبط بس تقريبا هو اوسيريو يعني، او جروس، لا اوسيريو تقريبا يعني. قال لك ان هو لما جه الزمالك كان التمرين بيبقى 7 الصبح، راجل صاحي من بدري، راجل بيعمل قياسات بدنيه للعيبه، الراجل بيخطط مع اللعيبه في كل حاجه، بيتكلم مع كل اللعيبه وبتاع. فلوسه اتاخرت شهر 2 بدا التمرين يبقى الظهر والراجل يجي براحته. الجدع بيقول لك ده في مره لقيته في نيو جيزه قاعد الظهر اصلا بيصيف كده على البحر. فالفكره انت لو اديت الراجل فلوسه في وقتها هو ذات نفسه يبقى متشجع ان هو يعمل حاجه للنادي ده، على الاقل يعمل اللي عليه طالما هو بياخد فلوسه. انما مش هتديله فلوسه وانت عينك هتبقى مكسوره وانت بتكلمه اصلا ان هو يعمل حاجه للنادي او نتائج، يقول لك هات فلوسي الاول وبعدين كلمني. ابسط كلمه، لان ده اكل عيشه في الاول وفي الاخر. فانا نفسي الحاجه الوحيده اللي نعملها صح في بدايه الموسم ده ومن قبل حتى البطولات تبدا، ده احنا لسه اصلا هنتكلم على فتره الاعداد اللي اتاخرت. نفسي بس فلوس اللعيبه في وقتها، فلوس المدير الفني بيجهزه كله في وقتها، ده رقم واحد. رقم اتنين العمال بتوع النادي، وليكن العمال ده رقم واحد اصلا فوق اللعيبه والناس دي كمان. العمال تاخد فلوسها في وقتها، الناس دي فلوسها على قدها، الناس دي فلوسها على قدها، الناس دي بتصرف على نفسها يوم بيوم، فياخدوا فلوسهم في وقتها. دول ما حدش ينفع يتاخر عنهم في حاجه اصلا، ما ينفعش. حرام ان انت تاخر على واحد في نادي الزمالك شغال عامل، سواء عامل نظافه سواء مش عارف ايه، اي عامل هناك كلهم على دماغي والله. المفروض فلوسهم تروح في وقتها، دول من اولى ناس بالفلوس على طول، والله العظيم دول اولى ناس بالفلوس. تمام. دلوقتي الدوري ما عادش عنه الا 25 يوم او 24 يوم كمان. الدوري حاليا خلاص ما عادش عنه الا 25 يوم. 25 يوم وانت اصلا ما بداتش فتره اعدادك كنادي الزمالك، مع ان الانديه اللي حواليك كلهم بداوا فتره اعداد ولعبوا ماتشات وديه، زي الاهلي قصاد النصر القاهري وكسب 5، بيراميدز قصاد بيرس بوليس الايراني وخسر 1. انت لسه ما بداتش اصلا، مدربك لسه ما وصلش، عارف كل حاجه وعارف ان عمل معاه مشاكل وان احنا كنا في وادي تاني خالص، وان كان عندنا ايقافات قيد بنخلصها ورخصه افريقيه وي. المفروض بقى حاليا قبل ما المدرب ده يجي، انا عايزه يجي في نفس الوقت يكون خوان بتزيرا وشيكو بنزا هنا في مصر. روح هاتهم، انجز. عايزين نبدا فتره الاعداد ويبقى اللعيبه المحترفه كمان موجودين معاه، عشان يحصل بقى القياسات البدنيه ونظام اعداد لكل لاعب. لاعب زي ادم كايد ناقصه اللي هي الالتحامات والقوه الجسديه، يبدا معاه نظام اعداد معين، حاجه بدنيه معينه. خوان بتزيرا نفس النظام، تكلموا على الفينش، تشتغل معاه الفينش كمان. شيكو بنزا ان هو يستغل سرعته ازاي كده، هتمسك كل لاعب. فاللي هو قاعد عشان يحل كل مشاكل اللاعب، اي لاعب عنده حاجه ناقصاه او حاجه وحشه فيه يعملها له يظبطها له، واي لاعب ممتاز في حاجه معينه يخليه ممتاز اكتر، لاعب متوسط في حاجه معينه يعليه فيها كده. فتره الاعداد تبقى شامله كل حاجه بقى، على الاقل يقعد 3 اسابيع على الاقل فتره اعداد للفرقه، يعرف اللعيبه دي يفهمهم حتى. فيا جماعه اتمنى ان فتره الاعداد تتعمل في اسرع وقت ممكن. دلوقتي انت داخل دوري ابطال، وليكن البطولتين دول لان هم اهم 2. دوري الابطال طبعا رقم 1 بالذات في ظروف ناديك الزمالك ده اللي هو ما خدهاش بقاله 25 سنه و 24 سنه، ربع قرن حرفيا. بتتكلم في حته ايه بقى؟ انت هتلعب دوري ابطال، عندك ايقاف قيد تأديب، احتمال كبير يتحل في شهر 1 اللي هو يناير، سيبك من ده دلوقتي. انت هتلعب دوري ابطال بسكوادك ده، سكوادك اللي فيه مين؟ في المهدي سليمان ومحمد عواد حراس مرمى، سيبك من محمد صبحي. باك يمين عمر جابر والواد محمد ابراهيم عالمي. قلوب دفاع مع اخوك حسام عبد المجيد، عماد سيبك منه، عماد محمد اسماعيل، الونش، احمد حسام والسيد اسامه، ادي 4 يا عم هم كمان. باكات شمال بنتاج وفتوح. نص ملعبك احمد ربيع، محمود جهاد، محمد شحات، ادم كايد، عبد الله السعيد. قدام خوان بتزيرا، خوان بزيرا، عدي الدباغ،
وعندك شيكو بنزا، وعندك ناصر منسي، وعندك لعيبه تانية كتير، والجفالي موجود كمان، بس انا ما اعرفش، احنا مش هنستغله في حاجه عامه يعني. كقوام اساسي، قوام اساسي انا شايفه قوام حلو مش وحش، شايفه قوام يعتمد عليه عادي. مش شايف حد اتقل مني في افريقيا الا هو نادي صن داونز بس. لو قلت لي مين المرشحين لدوري الابطال اقول لك الزمالك وصن داونز بس. ترجي اذا كان كسبوا اخر مره بمحمد اشرف وعمرو السيسي وسيف الجزيري وزيزو 3 هنا في مصر. بيراميدز رايح جاي بالعيال الصغيره بفشخه. فانا اعرف اتعامل مع الناس دي، انما صن داونز دي اللي هتبقى صعبه. بعيد بقى عن صن داونز، هل لغايه شهر يناير هيتلعب حاجه اعلى من دور المجموعات؟ لا غالبا. تكون خلصت المجموعات، دخلت يناير، استثمرت صح في شركه الكوره وبقى معاك فلوس، هتخش تجيب كل نواقصك. وجيب كل نواقصك ايه؟ لعيبه كلاس ايه؟ كلاس ايه؟ ناس تقال جبتهم وكملت بيهم في دوري الابطال. لو انت عديت المجموعات اضمن لك والله بعون الله ان شاء الله الزمالك في النهائي يا البطل، يعني يا وصيف يا بطل، حاجه من الاثنين. فانا شايف والله ان الزمالك مرشح اول مع صن داونز للبطوله دي. والله انا ما شايف فريق تاني يقدر على الزمالك الا صن داونز. الباقي كله في المتناول عاديين، والله بالنسبه لي عاديين قوي كمان. اللي هو انا ما اقلقش منهم، انا عارف اتعامل معاهم ازاي. انا بمسك بيراميدز دي بدعكها، صن داونز بدعكها، إيه اسمه، لا الترجي، انا اسف يا باشا، صن داونز لا، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. الفرقه دي لو قابلت الزمالك بالمنظر ده ماتش يكسبوه بنسبه 80% ل 20% للزمالك مثلا، اقل حاجه بما يرضي الله يعني. فده بالنسبه لدوري الابطال، ده توقعي. وانا شايف ان الزمالك بسكواده ده اللي فيه نواقص كتير هو وصن داونز المرشحين الاولانيين للبطوله دي. بعيد عن دوري الابطال بقى، عن الدوري المصري. الدوري المصري اللي انا شايف حته ان هو الدور الثاني بيتقسم دي في مصلحه الزمالك. الزمالك في حته النفس الطويل مش كويس، في حته النفس الطويل بيعطل في اهم اجزاء الموسم، بيعطل جامد. فالزمالك في حته النفس الطويل دي هتفيدنا ان النفس بيقصر في الدوري. الدور الثاني بيبقى 7 فرق فوق والباقي تحت، فهي بتفيد الزمالك، بيبقى 6 ماتشات بس الدور الثاني. فاللي عليك في الدور الاول ان انت تجمع اكبر عدد من النقط. مش هقول لك زي الموسم اللي فات، لان احنا برضو كنا وقعنا نقط سهله. انا عايز احسن من الموسم اللي فات. الاهلي بيصرف في مليارات فبيجيب فرقه تقيله، مش هيبقى زي الموسم اللي فات. بيراميدز بيصرف وهيجيب فرقه تقيله ومش هيبقى زي الموسم اللي فات برضه. هم بيزودوا من نفسهم كفلوس، كلاعيبه بيجيبوا لعيبه بفلوس كتير. انت ما عندكش ايه دلوقتي، بس انت عندك جمهورك اللي وراك اللي مش هيسيبك مهما حصل. عندك شخصيتك كزمالك، وعندك رجوله لعيبتك اللي ظهرت السنه اللي فاتت، فخدت الدوري ووصلت نهائي الكونفدراليه في موسم انت ما اتفتحلكش القيد فيه اصلا. انت بعت اهم 2 لعيبه في نص الموسم. فاللي انا عايزه من اللعيبه دي ان هي لما تاخد فلوسها على طول تسترجل في الملعب، تعمل حاجه للنادي بس مش اكتر. انا مش عايز منهم حاجه تانية، ومش قصه ضغط والله. انا نفسي الزمالك يبقى رقم 1 دايما. فحته ان انا الدوري بالنسبه لي هو متماشي مع شخصيتي كنادي، ان النفس فيه بيقصر وعدد الماتشات بيقل. انا عارف انا كزمالك هبقى عامل ازاي، عارف ان انا كزمالك هقدر على الدوري ده. انا هاخد الدوري ده لان هو ماتشاته قليله في الدور الثاني، في اهم مراحل الموسم ماتشاته قليله، فانا هعرف اتعامل معاه. انما الدوري طويل بدورين مش عارف كام ماتش، لا الزمالك بيقف، بيعطل. الزمالك بيعطل في الحته دي، بيبقى 34 ماتش الزمالك بيعطل وبيموت. انما بالنظام ده لا، ماشي مع الزمالك حلو قوي، ماشي مع الزمالك عسل العسل. الماتشات قلت جامد، مثلا بقوا 25 او 26 ماتش، قلوا مع 34، قلوا لان الزمالك في ال8 ماتشات دول كان ممكن يكون بيخسرهم في الموسم او بيتعادلهم. فده يعني، وانا برضو باجي اربط ايه، الموسم اللي فات اللعيبه دي استرجلت وعملت اللي عليها وخدت الدوري ووصلت نهائي كونفدراليه وما بتاخدش فلوس. ما بالك لو خدوا فلوس هيبقوا عاملين ازاي؟ لو خدوا فلوسهم في وقتها هيبقوا عاملين ازاي؟ ده اللي انا عايز اعرفه. واللعيبه دي بتحب الزمالك، يعني حتى اللعيبه المحترفه بتحب الزمالك. الواد خوان بزيره عمل تاتو على رجليه بدرع الدوري. ما بالك لو خدنا دوري الابطال هيعمل شعره على شكل دوري الابطال، او هيرسمه على صدره او على ظهره. والله العظيم هنقلب الدنيا حرفيا. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكتبها لنا بس. فيا جماعه الخير، الزمالك كبير كاسم، الزمالك كبير كتاريخ، الزمالك كبير كبطولات وكعراقه وكل حاجه. يكفي ان اقول لك النادي ده معاه 87 بطوله. في
العز اللي انت من سنه 2002 لغايه دلوقتي اصلا في تخبطات اداريه ومشاكل. فاهم؟ فده نادي عظيم جدا، نادي عريق جدا، نادي من احسن الانديه في التاريخ كله، نادي تحدى كل حاجه حرفيا. اقسم بالله اي نادي تاني هيقع لربع مشاكل الزمالك كان وقع، كان انتهى. لولا ان ده اسمه الزمالك ومعاه جمهور الزمالك ده، والله النادي ده كان وقع، كان انتهى خالص. واحنا مع الزمالك متعودين ان مع كل المشاكل ده بيجي بصيص من النور كده بنمسك فيه. انا شايف ان الموسم الجاي ان شاء الله بعون الله نقدر نعمل فيه حاجه كبيره، سواء في الدوري سواء في دوري الابطال. هفضل عند رايي في دوري الابطال ده لغايه لما اشوف اللعيبه دي في اول ماتش في الابطال هيبقى عامل ازاي. ان شاء الله الزمالك يقدم موسم قوي جدا زي الموسم اللي فات واحسن كمان. ان شاء الله مشاكلنا كلها تتفك وتخلص وما عادش يبقى في مشاكل للزمالك تاني، ولا ايقاف قيد ولا اي حاجه من دي. ان شاء الله الزمالك دايما من تقدم لتقدم ومن نجاح لنجاح.